السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. سافر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليلة الأمس إلى روسيا الصديقة بعدما تلقى دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وفي صباح اليوم شارك الرئيس الجزائري في ملتقى رجال الأعمال الجزائري الروسي، والتقى عبد المجيد تبون أبناء الجزائر المتواجدون في روسيا وهم يحملون أعلام الجزائر. أحداث ملتقى رجال الأعمال الجزائري الروسي. وجه الرئيس الجزائري صفعة قوية لأعداء العلاقة الروسية الجزائرية، حيث أعلن عبد المجيد تبون في ملتقى رجال الأعمال أن الجزائر قررت أن تزيد التعاون مع روسيا، ودعا لفتح بنوك روسية في الجزائر من أجل تسهيل عملية الاستثمار بين رجال الأعمال الروس والجزائريين.